دي تريك بسيطة هتخلي الفولومايزر يفرد من غير ما يهيش. ركزي معايا يا ست الكل، لما تستخدمي الفولومايزر استخدميها على صيد واحد بس، يعني الخصلة وانتي بتسشوريها سشوريها مثلا من السطح الخارجي يا اما من السطح الداخلي زي ما انت شايفه كده. وعن تجربتي السطح الخارجي بيخلي الشعر اهدى بكتير قوي. ولو انت من الناس اللي بتستخدم السشوار في اي اتجاه وخلاص، هي فولومايزر بتطلع هواء، فانت اللي بتستخدميها كده الهواء هيمشي الشعر كده، واللي بتستخدميها كده الهواء هيمشي الشعر كده. دي لبخه بقى بالنسبه للشعرايه فهتهيش اكيد. تاني حاجه ودي بتفرق قوي، ولو مش مصدقيني جربوها على خصله والتانيه لا، لما تخلصوا الخصله اللي عملتوها بالفولومايزر سيبوها تهدى شويه واعملوها كده بان كده كروكي. تالت حاجة ركزي معايا، انتي خلصتي الخصل قدام، بس انتي لو فردتي شعرك لورا غالبا هيهيش، امشي عليه بقى مرة بحيث ان يبقى ده وضع فرد الشعر يبقى متسشور وهادي. وهنا انا كنت مستخدمة درجة الحرارة قليلة فكنت بنشف شعري مش بسشوره، هنا عليت درجة الحرارة شوية. اهم خطوة لما بنسشور شعرنا مش بننزل بيه، بنلفه طاقية، ولو مش بتحبوها خليها الضفيرة المرخية والبني الستان وتصبحوا على خير. بصوا النتيجة تاني يوم لما فكينا الطاقية الشعر كأنه مكوي. فهمتوا هي بتعمل ايه؟ هي بتهدي الدنيا خالص. اهم حاجه بجد هو الاستثمار في نوع الفولومايزر يا جماعه، في انواع رديئه ب 300 400 جنيه بامانه ربنا بتهيش الشعر، بتنشفه، بتحروقه، وسنونها اصلا بتقطع الشعر. من احسن الانواع اللي جربتها، جايبه لكم كود خصم يا ست الكل هيديكي خصم 300 جنيه. دروين يا جماعه، بقالها معايا بتاع سنه ونص مشفتش منها غلطه.